محاولات لرأب الصبر، ولكن مع الأسف أننا نواجه بالتعنت ونواجه سيد الرئيس باللامبالاة. الآن سيد الرئيس، الآن الإخوان ديالنا في يعقوب المنصور لم تعد لهم أي مطالب، ولا نقبل أي مسؤولية مستقبلا، ولا نقبل أن نكون في الأغلبية في مقاطعة القرصون. هذا قرار نهائي لا رجعة. إذن نحن في يعقوب المنصور معارض ابتداء من هذا اليوم. إذن لا بد سيد الرئيس لا بد أن تتفهمون سيد الرئيس، لا بد أن تتفهمون، لأن هذا الأمر سيكون له مبعد. إذا احنا عينا سيد الرئيس، عينا ياك نادر عنه بالتدخلات وبالمطالب وبالجلسات الماراثونية إلى غاية التصالح، ولكن الله لا يد لكم في هذا سيد الرئيس. انت سيد الرئيس كما كنقول لك دائما، وكنت هكا 12 شهر وهذه 14 شهر طلبت منك سيد الرئيس ألا تصادق على ميزانية مدينة الرباط، وتتذكر سيد الرئيس، ولكن وجدنا بتعنت، ماشي منك، بتعنت في هذا المجلس، وقلت لكم راه غتضربوا الحيط، ولكن انا مع اغلبيه سيد الرئيس، انا مع اغلبيه سيد الرئيس، وملي يقول لي نصوت غنصوت، لانني انضبط لكم، ليك لا لاحد غيره، ليك سيد الرئيس، لانني ولكن في الاخير قلت لكم غتضربوا الحيط وضربتوا ما كاينش هضره، لان حنا يا سيد الرئيس كنهضروا معاكم عن تجربه. حنا ماشي بغينا نعزل في ديارنا هاد السنين هادي وجينا نحكموا اليوم، حنايا كنهضروا لاننا سيرنا مجالس، كنا في معارضه كنا كما كنقول، كنا الا ما كنتيش كتعرف دير المعارضه كتسكت، كيتحكم عليك بالسكوت كان كيتحكم علينا. ملي كنا مع الاتحاد الاشتراكي ما كنتيش تقدر دير المعارضه الخاويه، كنتي كدير المعارضه تفهم تقرا باش دير المعارضه، وكنا كنمشيو نقراو باش نجيو نديرو المعارضه، والا غادي نكونوا مبهدلين. اذا السيد الرئيس قلت بانه بالفعل السيد الرئيس ان الميزانيه اللي جاتنا يعني بعد المجلس السابق جات ان اكسيدون ديال 43 مليون دو درهم. حنا دابا في الميزانيه ديال السنه الاولى كتجي ان ديفيسيت ديال 45 مليون. السبب ماشي هو الصرف ديالكم سيدي، هذا لا واش نقول لكم بانكم ما صرفتوش مزيان، كنتيو عادلين في الصرف ديالكم، ما تماديتيوش في الصرف ديالكم ابدا. حنايا انا كنسجل عليك بانك كنتي كتصرف مزيان، ولكن 9 مليار اللي عطيتي للمقاطعات ما كانش خصك تعطيها له سيد الرئيس، وقلتها لك ومازال كنقولها لك ومازال غنعاود نقولها لك، ووصلنا لهذا الشيء وكنتي تفهم هذه المساله، ولكن ما كيخليوكش تخدم السيد الرئيس. غنقول لك مسائل اخرى سيد الرئيس مازال نقلقها، هو اننا حنايا في فريق، وهذا الفريق الذي هو فريق ماشي جاتنا الخاطر ديالنا اننا في اطار خواطر وخلقنا هذا الفريق. هذا
هذا فريق اللي هو مؤسسه نص عليها القانون التنظيمي المعمول به حاليا. وهذه المؤسسه يجب احترامها سيد الرئيس، يجب احترامها من طرفنا، من طرفكم كمكتب كرئيس، من طرف الجميع. ما يمكنش سيد الرئيس انه اللي يخرج من فريق تكرموه، اللي يخرج من فريق تكرموه، تكرمونا من خرج من الفريق. وهذا الشيء أضر سيد الرئيس، هذا الشيء أضر بالإخوان داخل الفريق، أضر بهم ضررا كبيرا. سيد الرئيس، حنايا لا نبحث عن العدل أو نبحث عن الأغلبية. احنا الإخوان يعني 4-5 ديال الناس مزيانين كيهضروا مزيان وفاهمين الأمور، من 50-60 واحد دايم وأنت الحبيب أمر الأمور. أنا كنت في المجلس هذا سيد الرئيس كنت بوحدي، أنا وقفت عليا في هذا المجلس هذا بوحدي ضد المجلس كامل وكل شيء ضدي في هذا المجلس هذا، وتتذكروا ذلك يا سيد الرئيس. وقلت للرئيس والوالي اللي كنعرف، قلت لهم نعم سيدي انتم عندكم الاغلبيه العدديه ولكن انا معايا القانون ولغيت له القرارات اللي خداوها. انا على السي كرومي، انا على السي الشعبي، الله يذكروا بخير، ولكن ذاك الجلسه كنت حاضر وحدي، ما كان حاضر معايا حتى واحد. وقلت لهم بانني سانتصر عليكم وحدي، وانتصرت عليهم وحبستهم وبلوكيتهم ووقفت الميزانيه الى ان تدخل السيد وزير الداخليه. اذا المساله ماشي مساله عداله.